ده التمثال المرسوم على 200 جنيه، واحد من أجمل التماثيل الموجودة في الحضارة المصرية، واللي عايز يشوفه هتلاقوه منور المتحف المصري في التحرير. تمثال الكاتب المصري بيرجع للأسرة الخامسة، يعني من 4350 سنة، منحوت من كتلة واحدة من الحجر الجيري، ونحتين تفاصيله بشكل مبهر. هتلاقوه قاعد القعدة المميزة للكاتب. ملامح التمثال كلها جدية ومنحوتة بشكل طبيعي كأن واحد قاعد قدامك. العين معمولة بالكريستال البلوري وحجر الكوارتز لحدقة العين، والجفن معمول بالنحاس. ماسك في ايده اليمين قلم وفي ايده الشمال فارد ورقة بردي بيكتب عليها. فكرة ان الواحد يكون كاتب في مصر القديمة بتخليه واحد من اهم الوظائف في المملكة كلها، وبيتعمل له احلى مقبرة لما يموت.